كنت سعيده قوي. الكلاينت بتاعتي قالت لي انا رحت اعتذرت لبنتي ولابني، لان لما عملت معاكي السيشن اكتشفت ان عندي مشاكل كتيره جدا بسبب طفولتي. فرحت قلت لهم انا اسفه على اي حاجه ممكن اكون عملتها، وخدوا وقتكم وفكروا، ولو شايلين اي حاجه جواكم بسببي او حسيتوا ان هي اثرت عليكم تعالوا قولوا لي، ولو عايزين هخليكم تعملوا سيشنز عشان مش عايزه يحصل لكم اللي حصل لي. انبهرت لما جات لي كلاينت قالت لي انا بنتي كبرت وعندها مشاكل بسبب طفولتها، عايزاكي تبداي معاها سيشنز عشان الحقها بدري بدري وما يحصلهاش اللي حصل لي. بنبهر برضو لما بعمل سيشن لكلاينت فجاه هي تقول لي ماما عايزه تعمل سيشن معاكي، علشان احنا الاثنين نبقى على نفس المستوى النفسي وما ناثرش على بعض. ونيجي على الجانب الاخر نلاقي امهات بتتنرفز لما تعرف ان ولادهم بيعملوا جلسات بيتفهوا من الامر، بيحسسوهم ان هم عندهم مشاكل، وفي بعض الاحيان بيذلوهم وكانها اهانه. اتمنى لكم 10% من الوعي النفسي والنضج العاطفي اللي عند كلاينتس التانيين اللي عارفين اهميه الصحه النفسيه، مش قاعدين بيتدخلوا في الطريقه اللي ولادهم بيتعمل لهم ايا كان كوتشنج او علاج نفسي ويقللوا منه. يا ريت لو انت شخص حابب تحتفظ بالافكار اللي ممكن تكون بقيت عندك بسبب الماضي بتاعك، انت حر، بس احنا مش لازم نطلع اولادنا زينا، لان للاسف اولادنا في وقت تشالنجينج جدا. بغض النظر عن التحديات اللي الجيل اللي فات كان بيمر بيها، التحديات للاسف اللي موجوده دلوقتي ماديا وثقافيا وسوشيال ميديا وحروب عالميه وغيره اكبر بكتير. ولو الاولاد دول ما لجأوش لاشخاص مختصين حاولوا يساعدوهم ازاي يفهموا يتعاملوا مع نفسهم وقدروا يتعاملوا مع التحديات دي، ده هيبقى عطلة كبيرة جدا جدا في المستقبل بتاعهم في حياتهم. فحاولوا ما تبقوش عائق وحيد اللي في حياة اولادكم، وتحترموا ان اولادكم بيحاولوا يشتغلوا على نفسهم ويبقوا كويسين.